السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا من جديد نشرح البيزك من سيستم أماديوس بشكل جديد وبطريقة مختلفة، وإن شاء الله الكورس ده هتستفيدوا منه كتير لكل اللي حابب يشتغل في شركات السياحة وشركات الطيران. فتابعوا معانا الكورس ده، والنهاردة هتكون أول حلقة ليه. طبعا احنا شرحنا قبل كده بيزك سيستم أماديوس، بنعيده من تاني بس بطريقة مختلفة، وإن شاء الله هيكون معانا شاشة كمان للسيستم نتدرب عليها عملي بإذن الله. تعالوا الأول نتعرف على سيستم أماديوس. طبعا هو نظام عالمي بتستخدمه شركات الطيران ومكاتب السياحة والسفر لحجز تذاكر الطيران. عندنا 5 خطوات مهمة لازم نكون عارفينهم واحنا بنستخدم أماديوس عشان نحجز الطيران. الأول، أماديوس ليه استخدامات أكتر من الطيران. هو بنستخدمه في حجز الطيران وحجز الفنادق وكمان تأجير السيارات. خلينا احنا كورسنا هيتكلم أو هيكون متخصص في حجز الطيران. أول حاجة هو عرض جدول الرحلات. دي أول خطوة. احنا بنكتب رحلة من إلى يوم كذا، أو بنكتب الكود المتخصص في عرض جدول الرحلات، وده طبعا هيكون ليه فيديو متخصص وشرح كامل بالنسبة لي. الكود اللي قدامنا دوت مثال على الرحلة. يعني هنا احنا عايزين رحلة يوم 25 مارس من القاهرة لإسطنبول. طبعا كل الاختصارات دي هنعرفها مع بعض، وهيكون في ملفات أشهر الاختصارات أو معظم الاختصارات اللي هنستخدمها. آسف لو الصوت راح. هيكون فيها أغلب الاختصارات أو معظم الاختصارات اللي هنستخدمها في السيستم أو إحنا بنتدرب. دي أول حاجة اللي هي عرض جدول الرحلات. تاني حاجة اللي هي بنختار المقعد، ودي برضو بيكون ليها كود مخصص اللي هو SS1، والحرف دوت دايما بيكون درجة الكابينة أو درجة المقعد. وتالت حاجة ملف الحجز اللي هو بيانات الراكب، من اسم بقى ورقم تواصل، وسيبك من خط السير دي. رابع حاجة وهي التسعير. طبعا هيكون في طريقة تانية بنستخدمها عشان نعرض السعر قبل ما نعرض الرحلة، أو نعرض السعر مع الرحلة. بيكون ليها الاختصار ده اللي هو FXB. هم 4 اختصارات هنعرفهم برضو في وقتهم. خامس حاجة وهي الأخيرة والأهم هي إصدار التيكت أو طباعة التيكت. ودي بتكون الخطوة الأخيرة في رحلة الحجز. طبعا لازم نكون عارفين ان أماديوس نقدر نعمل من عليه حاجات كتير، زي رحلة ذهاب فقط، ذهاب وعودة، ترانزيت، لو عايزين نلغي الحجز او نعدل على الحجز او عايزين نرجع التيكت برضو. كل ده هنتعرف عليه، بس الحاجات دي كده اللي هي تعديل الحجز والغاء الحجز، واللي هو عملية استرداد المال وكده واسترداد التيكت، دي بتكون في الادفانسد مش البيزك، مش هنحتاجهم دلوقتي او مش هنتعرف عليهم دلوقتي خالص. طبعا سيستم أماديوس هو واحد من اهم الحاجات المتخصصة في تذاكر الطيران، او يعتبر هو اهم واحد فيهم، لان طبعا في حاجات كتير. يعني في جاليليو برضو شبيه ليه برضو، اللي بيتعلم أماديوس ممكن يقدر ان هو
يشتغل على جاليليو بس في حاجات معينة. فاحنا مع بعض هنتعلم الفترة الجاية اكتر عن السيستم، وان شاء الله هيكون في اجزاء عملية. طبعا احنا عندنا كورس بيزك برضو على نفس القناة، فعايز تبص عليه بص عليه، بس خليك معانا هنا افضل عشان مش تشتت نفسك وكده. اتمنى تكون فهمتوا، ان شاء الله مستنيكم الفيديو الجاي.